اهلا اهلا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية وانتوا بتشوفوني بفيديو اليوم. لو اول مرة تشوفوني، انا اسراء، اخصائية التغذية، واليوم راح نعمل مع بعض كب كيك صحي بدون ما نستخدم السكر او الطحين. فحتكون الوصفة مناسبة للناس اللي حابة تنزل من وزنها بانها تاخد بدائل صحية، وكمان الناس اللي عندها حساسية من الجلوتين او تعاني من السكري. طعمها احلى من الكب كيك العادي، طرية وهشة. يلا ندخل بمقادير وصفتنا اليوم. راح نحتاج في البداية لموزتين. كل ما كان الموز مستوي أكيد حيكون أفضل، لأن النشا اللي فيه بتحول إلى طعم مسكر كل ما قعد عنا فترة طويلة. فبديت أهرس بالموز بالشوكة لما يصير قوامه ناعم بدون أي تكتلات كبيرة. حضيف عليهم معلقتين من الزيت جوز الهند أو زيت النباتي وشوية من الفانيلا. وححلي الوصفة بملعقتين من عسل النحل، ممكن نستغني عنها ونكتفي بحالات الموز، أو إذا حابين نقلل من السعرات الحرارية بالوصفة نستخدم محليات خالية السعرات مثل الميبل سيرب أو ممكن سكر ستيفا. وبعد هيك نضيف عليهم البيضة ونحرك كل المقادير مع بعض حتى تتجانس تماما. بعد التحريك حضيف عليهم المقادير الجافة عنا. كوب من الشوفان المطحون، لو عندكم حبة كاملة فطحنوه في البيت محضرة الطعام، لكن تأكدوا انه قوامه صار مثل الطحين، او ممكن تشتروه جاهز. كمان ضفت ملعقة من البيكنج باودر وحرك كل المقادير مع بعض. ممكن نحس انه القوام شوي تقيل، لكن هذا هو القوام المطلوب للكب كيك. ما راح نضيف اي مادة سائلة من حليب او ماء لنعادل القوام. هالخليط صار جاهز. هلأ بالنسبة للإضافات اللي تحبوه، حبيت أضيف شوية من الجوز، وكمان حضيف شوية من شوكولاتة دارك النوع اللي بحبه، وانتو كمان أي نوع عندكم متوفر ممكن تضيفوه. ممكن نضيف هنا شوكولاتة شيبس جاهز، لكن ممكن كمان نستخدم أي نوع شوكولاتة نحبه. قطعت الشوكولاتة لمكعبات صغيرة، حضيف نص الكمية داخل الخليط، وحخلي النص الثاني لتزيين الكب كيك لما يجهز معنا. جهزت القالب وبدأت أضيف فيه ورق الخاص فيه كب كيك، أو ممكن فقط ندهن القالب بشوية من الزيت وشوية من الطحين حتى نتأكد إنه ما يلزق. بديت أضيف كميات متساوية من الخليط، وبعد هيك نزين بالأي إضافات حابينها تكون، مثل الشوكولات أو مكسرات نية، أو فقط نكتفي بدون أي تزيين. أنا حبيت أضيف قطع من الشوكولات وشوية من الجوز على بعض القطع، وهيك صارت جاهزة تدخل معنا الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة، ونحمرها من الأعلى. وكمان نتأكد إن الفرن كان محمى مسبقا. وجهزت معنا ألذ كب كيك صحي، ممكن تجربوه. خليتها تبرد لمدة نص ساعة، اتماسكت أكتر والطعم صار فيها أوضح. وصفة غنية بالقيم الغذائية أكيد، لأنه استخدمنا فيها كل المكونات الصحية ومليانة بالألياف المشبعة. فلو عندكم أطفال بنصحكم تجربوها، لأنه أكيد حيحبوها، ومنه بتدخلوا لهم الفوائد الغذائية منها. وكمان الوصفة قليلة بالسعرات الحرارية، فمناسبة لو حابين نخسر من الوزن، وتكون كسناك بين الوجبات، حاجة حلوة هيك مع القهوة أو الشاي، فتكون كتير لذيذة وترضي رغبتنا بأكل حاجة حلوة. قوامها من جوا هش وطري وتدوب بالتم بسرعة. نقدر نحتفظ فيها هالوصفة بحافظة بالفريزر أو بالثلاجة. كمان نضيفها باللانش بوكس معنا بالدوام، أو بلانش بوكس للأطفال بالمدرسة. وبس جربوها واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا تحطوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا بالقناة لو لسه مش مشتركين. أشوفكم بفيديو جديد، مع السلامة.